السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم فراخ مشوية في الفرن بطريقة سهلة وسريعة، وبتطلع الفراخ دايبة وطرية وطعمها في منتهى الجمال. أحلى فراخ ممكن تعملوها في البيت. يلا بينا نسمي الله ونشوف طريقتها. بسم الله. أول حاجة حضرت كمية الفراخ اللي هستخدمها، نضفتها وغسلتها كويس، وهقول لكم بسرعة ازاي بنضفها وبتطلع زي الفل، ومحلول النقع اللي بستخدمه في طبق واسع مناسب لكمية الفراخ اللي هعملها. وياريت نخصص طبق مخصوص لغسيل الطيور، ما نغسلش فيه خضار ولا اي حاجة تانية عشان نحافظ على نظافة اكلنا وعلى صحتنا. بحط فيه 3 معالق كبار من الدقيق، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة جنزبيل بودر، عصير ليمونة كاملة، وبنزل عليهم بنص كوباية من المية. بقلبهم كويس مع بعض لغاية ما القوام بيكون شبه العجينة السايلة أو أتقل شوية. وبتبتدي تدعكي الفراخ قطعة قطعة في المحلول اللي عندك، وبعد كده بتزودي مية عليهم، وبتبتدي تسيبي الفراخ منقوعة في المحلول ده مدة ربع أو تلت ساعة، بتطلع معاكي زي الفل. بتغسليها كويس وتصفيها من المية، تشتغلي بيها على طول، او لو هتسيبيها في الفريزر بتعصري عليها عصير ليمونة وتشيليها، بتكون معاكي زي الفل. وهنا بعد ما صفيتها كويس من المية ببتدي بعمل فتحات في الفراخ بالسكينة كده، فتحتين 3 عشان التتبيلة تدخل كويس جوه الفراخ. ودلوقتي هبدأ اعمل التتبيلة. معايا 6 أو 7 فصوص كبار من الثوم، وبصلة متوسطة، حبتين طماطم، حبتين فلفل أخضر، وباخدهم وهضربهم في الكبة لغاية ما ينعموا. ممكن كمان تضربيهم في الخلاط زي ما تحبي. ضربتهم كويس. دلوقتي بحطهم في طبق عميق أو صينية، وهضيف عليهم التوابل: ملح وفلفل، بابريكا، جنزبيل، توابل فراخ مشوية، كزبرة، كمون. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. وبضيف دلوقتي كوباية زبادي. الزبادي بيدي طراوة وطعم حلو قوي للفراخ. وهضيف معلقتين من الخل، معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من الكاتشب. ممكن تستغني عن الكاتشب وتستخدمي معلقة كبيرة من الصلصة، ومعاها معلقة صغيرة سكر، او معلقة صغيرة من العسل الابيض. العسل بيدي طراوة للفراخ وبرضو طعم حلو قوي. وبقلب واخلط التتبيلة كويس قوي لغاية ما تمتزج بالشكل ده. وهبدأ انزل فيها قطع الفراخ، واخلي التتبيلة توصل لكل حتة من الفراخ، واحط بين اللحم ما بين الجلد، وهسيبها منقوعة في التتبيلة مش اقل من 3-4 ساعات. ويفضل طبعا ان انتي تتبليها من بالليل وتسيبيها منقوعة في التتبيلة الجميلة دي لتاني يوم، بيكون طعمها افضل واحلى كتير. وعايزه اقول لكم في الطريقه دي ممكن تستخدموا اي جزء من اجزاء الفراخ تحبوه. استخدموا فرخه كامله، استخدموا الدبابيس، تستخدمي الصدور، اي حاجه هتنفع وتكون زي الفل. انا هنا بستخدم الوراك، ومقسمه الورك لجزئين علشان يتبل كويس ويطعم كده من التتبيله. وخصوصا لو الفراخ اللي عندك كبيرة، حاولي ان انتي تقسمي الربع على جزئين او 3 حسب حجم الفراخ اللي انتي بتستخدميها. بالشكل ده الفراخ مش هتاخد منك وقت في التسوية، هتطلع مشوية مظبوط وما فيهاش اي دم من جوه، وطرية ودايبة وطعمها في منتهى الجمال. تبلت الفراخ هغطيها وادخلها التلاجة واسيبها لتاني يوم. وهنا بعد ما سبت الفراخ منقوعة ليلة كاملة في التتبيلة، خرجتها وحضرت صينية بطنتها بفرخ من ورق الألمونيوم. ممكن طبعا تستغنوا عنه، بس يفضل تحطوه لو موجود عندكم عشان يسهل عليكم تنظيف الصينية وما تتحرقش في الفرن. وبحط عليها شبكة هستخدمها لشوي الفراخ. لو مش موجود عندك الشبكة، اشوي في الصينية عادي جدا، مفيش مشكلة، هتاخدي نفس النتيجة. صينية من غير ما تحطي فيها ورق ألمونيوم هترصي فيها الفراخ.
وببدأ برص قطع الفراخ على الشبكة. لو لقيت قشرة طماطم أو قطعة فلفل أو بصل زهرة بشيلها علشان الفراخ يطلع شكلها حلو، لأن قشرة الطماطم والفلفل ده هيتحروق أثناء الشوي، فطبعا أفضل إن احنا نشيله. والتتبيلة بعد ما بخرج الفراخ منها مش برميها، الفراخ وهي بتتشوي بخرجها كل 10 دقايق او ربع ساعة، وببدأ بسقيها بالتتبيلة ديت، بوزع عليها من التتبيلة من كل ناحية، بتخلي الفراخ تفضل طرية وجوسي، وكمان بتخلي لون الفراخ حلو جدا من بره. بدخلها دلوقتي على فرن سخن جدا على اعلى درجة حرارة عشان ما تنزلش ميتها، وبتسيبيها على اعلى درجة حرارة مدة نص ساعة، وبعد كده بتهدي النار بتخليها متوسطة، وممكن في الفترة ديت تولعي الشواية برضو تخلي النار وسط. اول ما بتاخد لون وتتشوي معاكي من فوق بتقلبيها على الناحية التانية تاخد لون وتتشوي. وطبعا ما ننساش نسقيها كل شوية بالتتبيلة الجميلة اللي معانا، وبتحطيها على رف قريب من نار الفرن من تحت. مش بتاخد وقت، يعني ساعة او ساعة وربع حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك وحسب حجم الفراخ اللي انتي مستخدماه، وبتطلع بالجمال والعظمة ديت. طعمها وشكلها وريحتها حاجة كده من الاخر، احلى فراخ مشوية ممكن تعمليها. مستوية مظبوط، طرية ودايبة ولونها حلو جدا وطعمها احلى واحلى، لذيذة جدا بجد. وبعمل جنبها رز مبهر وسلطة مشاوي، وعملت جنبها تومية، وممكن تقدموا جنبها اي صوصات تفضلوها، وبالهنا والشفا مقدما. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم وتجربوا الفراخ بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.